الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. أيها المؤمنون، هذه صورة نراها أمام أعيننا. كان في من قبلكم رجل به جرح، يعني في بني إسرائيل في الأمم السابقة رجل به جرح، آلمه الجرح واشتد به الجزع ولم يكن عنده صبر، فجاء بسكين فقطع بها شريانا في يده وترك الدم ينزل وينزف حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. ومعنى بادرني يعني تأله، جعل نفسه إله نفسه. أنا أخلقه وأنا أميته. في الميلاد الله هو الذي ينفخ الروح في الجسم، في الوفاة الملائكة تقبض روح الميت. لكنه بادرني عبدي بنفسه، تعجل الموت قبل الأوان، تأله وجعل نفسه إله نفسه، قابل الله وجريمته على يده. بادرني عبدي بنفسه، بكر قبل الأوان، حرمت عليه الجنة، جزاء أنه لم يخضع لأمري، لم يصبر لقضائي، لم يرضى بما كتبت عليه. أيها المؤمنون، يروي كاتب الإسلام مصطفى صادق الرفعي أن شابا قرر الانتحار وأغلق جميع المنافذ، فذهب إليه عالم في اللحظة الأخيرة وقرأ عليه قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقال الشاب: صبرنا حتى جاء ما لا صبر عليه. فقال له المؤمن، قال له العالم: إن المؤمن يتحمل الأذى ويصبر على الأذى، ولا تزيده الآلام إلا شدة توكل على الله. قال تعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يا بني، التوكل على الله ذكر أكثر من مرة في هذه الآية، لأن الإنسان يتعرض في الدنيا للمحن والامتحان، ولا تزيده المحن إلا إيمانا. ولذلك قال الله: والصابرين في البأساء، في الشدة والضراء والألم، وحين البأس عند الصدمة الكبرى.
والنازلة العظمى، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا بني، أي شيء في الدنيا لا صبر عليه، والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. يا بني، إن الله هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك الروح، والمنتحر يلقى الله وجريمته على يده. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما، أي من شرب سما فهلك، فسمه في يده يتحساه إلى يوم القيامة، يظل السم يقطع في أمعاء إلى يوم القيامة. من وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه إلى يوم القيامة. من تردى من فوق جبل فهو يتردى من فوق الجبل إلى يوم القيامة. من أحرق نفسه بالنار فهو في النار إلى يوم القيامة. يا بني، افتح هذا الباب يا بني، واترك الهواء يدخل، وتعامل مع فضل الله. قم فتوضأ. إن المؤمن إذا أراد الصلاة فغسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت ذنوبه من يديه حتى تخرج من تحت أظافره، وإذا مسح رأسه خرجت ذنوبه من رأسه حتى تخرج من تحت أخمص قدميه. تطهر يا بني، واغسل جسمك، واغسل روحك من الداخل. آمن بالله، وآمن بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، كل من عند الله يا بني. إن الله قبل أن يخلق النفس كتب عليها رزقها وأجلها وكل ما يصيبها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا بني، الذي يقتل نفسه يقتلها في النار. فبكى الشاب وآمن بالله وهداه الله إلى الصراط المستقيم، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.